الفيديو ده مهم وخطير جدا، عايزك تصلي على سيدنا النبي وتخلي بالك عشان ما تشيلش غلطة او ان انت تبقى ظالم لنفسك او ان انت تظلم روحك. هنا في الفيديو جايب منديل وبيربط على المسامير، هو بيعمل هنا نص عمرة تقريبا، فبيربط المسامير ويحط منديل تحت البيبة عشان ما تجرحش في المسمار، عشان بعد كده لو ما تيجي المكنة او الموتوسيكل ينباع يجي واحد يقول لك هي حلت، يقول لك ما انحلتش، وده بسبب ان فيه صنايعي شاطر قفل كويس، وممكن يتم ده في عربية او في موتوسيكل او في اي حاجة تانية. فعشان كده خلي بالك، من غشنا فليس منا. اعمل الحاجة بضمير، بلاش تغش حد. خلي بالك انت اعمل اللي عليك، ويقول لك انا ما عايزهاش، واحد يروح يقول لك الميكانيكا انا مش عايز، هتظهر انها حلت. فانت تعمل كل اللي عليك بزياده، وده هيبيعها على اساس ان هي ما حلتش، يبقى اللي شال الذنب مين؟ ايوه صح، انت اللي شلت الذنب. فبلاش اربط زي ما انت بتربط وجمد على مساميرك، وبلاش انك تعمل حاجه انها ما ظهرتش، او ان انت ممكن تحلفه وتقول له دي امانه في رقبتك. اللي يجي يشتري منك لو هو مثلا صاحب الموتوسيكل بيحب النظافه، وقول له اللي هيشتري منك قول له حلت عشان ما تشيليش ذنب، ودي امانه في رقبتك. والسلام عليكم.